معرفش اذا كانت كارما ولا مونتام ولا هم قعدوا يلونوا قصاد بعض يعني. رقم اتنين، مونتام بتقول لهم ده انا كنت مشغلاه معايا في دبي وبديله 27,000 درهم في الشهر. حصل الكلام ده يا ميمه ولا ما حصلش؟ قولي يا ميمه، قولي عشان الناس تعرف فتحي الجوهري كاتم في قلبه ايه وساكت ليه، وهم جبناء ليه وما يقدروش يواجهوا ليه. قولي لي. كنت باخد 27,000 درهم. برافو. لا والله يا ماما، انا اتفاقي معاكي في الشغل 10,000 درهم راتبي، اللي هو راتب عادي جدا. انا باخد 7 هنا في العين. لما نقلت دبي قلت هاخد راتبي 10,000 والسكن على حسابك والمدرسه للبيت على حسابك، بس السكن من غير فرش. وده اتفاق عادي يعني، الناس اللي شغاله في دبي عارفه ان ده راتب تافه يعني ملوش اي 30 لازمه. وده اتفاق واضح وصريح بسبب الشغل اللي انت قعدت 24 ساعه في ال 24 ساعه تكلميني في التليفون لحد ما اتفصلت منه، وما سبتنيش الا لما اتفصلت منه. بسبب ال 24 ساعه في التليفون ما بتشيليش التليفون. كلام عمال على بطال ملوش اي علاقه باي حاجه غير البثات واليوتيوب والبثات واليوتيوب والبثات واليوتيوب. وخليتيني سبت شغلي وشغل مراتي وقعدت سنه ونص كامله، سنه ونص كامله، علشان قال ايه هشتغل معاها والراتب كذا والدنيا كذا وتبقى اموري على كده. فراحت تقول للميمه ولام محمود ده انا كنت بديله 27,000 درهم راتب وراح ساب لي الشغل ومشي من غير ما ايه ما يقول لي اي حاجه. طبعا الكلام ده كله كذب. الكلام اللي انا قلته انا عارف انا بقول ايه. ولو هي كانت بتديني 27,000 درهم تبقى تقول الكلام ده، تبقى تنزل تكتبه لنا في تعليق كده ب5 درهم ولا حاجه عشان نشوف. مش عارف جابت ال 27,000 درهم دي منين. فتخيلوا ان انا بسمع الكلام ده بقى يا ابو دياب، وده بالكذب على فتحي الجوهري. مش انت عايز تسمع ابو دياب؟ مش انت ما بتعرفش فتحي الجوهري وبتلون في الكلام؟ اسمعك بقى يا غالي، اسمعك الكلام اللي انا شايله جوايا وساكت. ده رقم اتنين. وكل الكلام ده، كل الكلام ده فقط علشان ندمر فتحي بقياده كارما ومونتام، علشان كل من بيحب فتحي وقريب منه تبعدوا عنه. طب ليه يا ست الكل؟ بتقول لميمه انا لازم أنا اخليه يحبط، هدخل عند اي حد بيكرهه وان شاء الله يكون بيشتمنا وعامل فينا علشان خاطر احبطه. حصل الكلام ده يا ميمه ولا لا؟ لو انا غلطان في النقطه دي قوليها. تقول لهم كده انا هفضل ادخل في اي حته ان شاء الله اللي عامل معاهم مشاكل، ان شاء الله اللي شاتمنا نفسنا عشان احبطه واخليه يقفل القناه. حصل يا ميمه ولا ما حصلش؟ ردي. وعادي كده كده هيكون في بس ميمه هتكون موجوده معانا فيه.